بعد ما انتشر فيديو المترو وبنت مع راجل صعيدي بيتنرفز وبيتعصب عشان في واحدة بنت قاعدة قدامه وحاطة رجل على رجل في المترو. البنت طلعت وحكت اللي حصل. بس قبل ما اقولكوا التفصيل ما تنسوش تعملوا متابعة. يلا بينا. البنت قالت انها اتفاجئت ان الناس بتقول عليها انها مش محترمة ومش متربية، انها عندها غضروف في رجليها ورجليها ما تقدرش تفردها لمدة طويلة، لازم تكون ساندة رجليها عشان تريحها. فحطت رجل على رجل. وقالت كمان انها ما حطتش رجلها في وش حد، وكان في مسافة كبيرة ما بينها وما بين الناس اللي قدامها. وقالت وهي قاعدة إنها اتفاجئت إن في حد بيخبط رجليها بعصاية. فقالت له هو في إيه؟ فقال لها نزلي رجلك واقعدي كويس. فردت عليه وقالت له أنا مش منزلة رجلي وأنت مالك. وقالت فجأة الراجل ده اتعصب جدا في المترو وقام وقعد يزعق، فهي خافت جدا وحست إنها مش فاهماه، خصوصا ان هي راكبه في المترو لوحدها. وقالت انها ساعتها ما فكرتش في اي حاجه غير انها تطلع الموبايل بتاعها وتصور الواقع عشان تقدر تحمي نفسها، خصوصا ان هي لوحدها. وقالت انا مستغربه جدا من الناس اللي بتهاجمني عشان صوتي عالي. وقالت ان ده الطبيعي، لان لو اي ست في مكانها لوحدها وبتتعرض للتهديد هتعلي صوتها عشان تحمي نفسها. وقالت لو هو كان قال لي باحترام نزلي رجلك كنت هنزلها، بس هو اللي بدأ الهجوم وانا عمري ما اعلي صوتي على راجل كبير. انا شايفه ان اللي عايز يدافع عن الناس واحترام الكبير يدافع عنه بالاخلاق مش بالعصايه. اللي حصل لا هو رجوله ولا نخوه ولا تربيه صعيديه زي ما الناس بتقول. اللي حصل ده اسمه تعدي، والتعدي ملوش سن وملوش مبرر. مش معنى ان راجل مسن يبقى نبرر اللي عمله. كبر السن مسؤوليه مش رخصه اننا نغلط في الناس ونتعدى عليهم. احترام الكبير واجب، بس كمان احترام الحدود فرض. خلاصة الكلام، المجتمع اللي عايز الاحترام لازم يتعلم الأول يعني إيه حدود. ده كان رأيي في اللي حصل، وحابة أسمع رأيكم.